ايه نهارك ابيض؟ انا جاي. السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، وحشتوني قوي قوي قوي. وطبعا يا حبايبي النهارده جايه لكم بقى بمقلب محمد اصلا عمره ما هيتوقع ان انا هعمل فيه المقلب ده. 100% هيفتكروا ان ده حقيقه. بصوا انتوا هتشوفوا رد فعله حقيقي. بصوا يا جماعه، انا بقالي يومين عماله بقى ايه اتلكك، وكل شويه اقول له انا زهقانه انا مخنوقه، انا عمال بقى اقول له انا مخنوقه انا زهقانه انا مش طايقه البيت والكلام ده عشان استفزه. او هو الصراحه ايه يقول لي طب نهارك ابيض نهارك ابيض، ويقوم ايه ويقوم نازل. فالنهارده بقى ايه انا هتصل بيه واقول له اطلع عشان ايه نعمل فيديو. احنا المفروض نعمل فيديو كلام انا وهو، يعني ان التعليقات السلبيه وان المشاهدات واقعه وكده. فهو ايه تحت، فاول ما يطلع عارف ان انا لابسه عشان نعمل ايه الفيديو بتاع الكلام. فانا بقى هفاجئه واقول له قبل ما نعمل الفيديو انا عايزه اتكلم معاك وايه، والكلام بقى هيجيب كلام وهتشوفوا المقلب اللي هو اللي انا هقوله. مش هطلع على اليوتيوب تاني نهائي. ويلا نشوف رد فعله. بس اول حاجه طبعا تشجعوني بايه؟ باللايك، انتوا تكتبوا كومنت حلو، واشوف بقى الناس اللي عايزاني اكمل على اليوتيوب لو ده حقيقي ينزلوا يكتبوا يقولوا لي ايه كملي يا امينه. طبعا اليوتيوب هيبقى وحش من غيرك. ويلا بينا. انا خدت الكاميرا وانتظار الباشا طبعا لما يجي. اول ما يجي انا بقى طبعا هعمل بقى في المونتاج وكده. اهم حاجه تشجعوني وتحطوا اللايك، ونستنى بقى لما الباشا يجي وهنشوف ايه اللي وطبعا انا شفت المنظره بتوقف في الشباك طبعا مراقبه الجو. فتح الفيلم يا حبايبي، ربنا يستر. حاضر يا مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لسه شايف ايه الصراحه الايام دي انا قرفان الصبح، وجيت هنا والحر سلوى كمان ايه ده؟ وعندنا الشقه كمان يا ابوي. ايه ده؟ مش اشكال كده، الحمد لله ربنا يجعله. والله مش جاي. طب يلا عايزين نحضر الستاند فين التليفون عشان نعمل الفيديو. قبل ما نعمل الفيديو خلينا نتكلم حاجه. ده ماشي بعد ما نخلص على طول يعني عشان نلحق نفسنا. فين استنى طيب استنى. فين هتكلم معاك بخصوص الفيديو عشان نلحق نفسنا، عشان لو هنفتح على التيك توك النهارده. لا هنفتح بالليل. عايزه اكلمك والله في حاجه مهمه. اقعد، عايزه اكلمك مش اكلمك وانت واقف. يا ماما ماشي. طب صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. اقعد بقى يا ستي. طب اقعد. بصي يا فندم، بعد ما نخلص انام، نخلص الفيديو ونخلص بعد كده ان شاء الله. ايه؟ لا انا زهقانه. اقعد اقعد. ما انت مش اتصلت بيا؟ مش انت لسه متصلة وقلت لي انا يلا عشان نعمل فيديو؟ ايوه يا محمد، ما انت شايف يا محمد التعليقات وحشه قد ايه، وشايف يا محمد المشاهدات مش حلوه وواقعه خالص. صح ولا غلط؟ طب ايه اللي جاب الكلام ده؟ طب ماشي، ما ده هو ده بايدي انا. طيب ماشي يا محمد، انت مفيش شايف. مناديل؟ طيب ولا فين مفيش مناديل؟ لا ما جبتش. طب كملي بتقولي ايه؟ محمد انا زهقانه وانت مش حاسس بيا. ليه طيب ليه؟ زهقانه وخلاص يا محمد. انت بتقولي ايه؟ انا عايز افهم ليه. طب يا امينه، ما هو اللي زهقانه من ايه؟ طيب ايه اللي حصل؟ ايه انا عايز افهم برضك ايه اللي جاب كل ده عشان نبقى فاهمين. انت كلمتيني وقلت لي في التليفون يلا عشان نعمل الفيديو. ايوه وانا كنت لابسه، بس انا لابسه في هو انت برضه بصي يا امينه، عايز افهمك حاجه. انت بقالك يومين برضه الكلام ده عماله تقوليه وزهقانه وتعبانه والحكايه والروايه ومش عايز اصور ومش عايز اعمل. طب هو انت بتلككي على ايه طيب؟ انا بصي انا ما قلتلكيش حاجه عشان كل ده يحصل. ما انا بتفهميني برضه. طب ماشي انا هفهمك، بس مش عايزاك تبقى زعلان. هزعل من ايه؟ قرارك ايه؟ انا مش عايزه اطلع على اليوتيوب. انت في حاجه معاكي ولا ايه؟ انت بتسهر. في حد ولا الله؟ تاني سمعتني ولا قول تاني؟ لا قولي تاني عشان ما استوعبتش الكلمه حاسس ان هي انا استوعبتها. انا مش حابه اطلع تاني على اليوتيوب. انا حاسه ان هو اليوتيوب دي حاجه وحشه وبتخنقني وبتعب قوي في التصوير. انا هعتذر خالص
ولا حتى تيك توك، وهمسح كل الفيديوهات بتاعتي وخلاص كده. انت خدت القرار من نفسك وماليش دعوه ايوه. بس تسمعنا. طب ما الجو حر. طب هعمل ايه طيب؟ عشان اعرف اتكلم معاك وناخد براحتنا، بدل ما نسمع والناس تعمل علينا ويقول لك بيطلعوا على اليوتيوب ويعملوا مش عارف ايه. طب يا محمد مشاكل ومش ده ما فيهوش مشاكل. مشكله. ايه اللي مش هيطلع على اليوتيوب؟ وايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل لكل الموضوع ده؟ ما حصلش حاجه، انا بقول لك اهو انا نفسيتي تعبانه من موضوع اليوتيوب، دي حاجه انت مالكش دعوه بيه، انا مش هطلع تاني على اليوتيوب. فانت بقى شوف انت ناوي تعمل ايه، انا مش ناوي اطلع تاني على اليوتيوب. صلى على النبي كده. انزل شغل بقى ونقفل القناه خالص. طب ما انا كنت شغال وكنا قافلين اليوتيوب وكنا قافلين وقعدوا يقولوا لك اللي انت محبوس واللي انت معمول واللي انت مش عارف ايه، مش صح الكلام ده ولا مش صح؟ ماشي، وانا بقى عايزاك ترجع تاني تشتغل وعايزين نقفل اليوتيوب خالص. هو انا مش كنت شغال وكنت وانت قلت لي خلاص احنا هنقفل اليوتيوب وقلت لي انت وانا قلت لك خلاص انا هسافر واروح اشتغل، لقيتك جيتي يا فندم حتى ما قلناش للناس وجينا عملنا ايه؟ هناخد القرار برضك مننا والناس تطلع تهاجمنا وتعملنا وانت بقى القرار من لا دماغك. بس المره دي القرار ده على اقتناع، انا همسح كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب، همسح كل فيديوهاتي. وانا مش راضي بالكلام ده يا امين، انا حابب الموضوع ده. طب انت حابه وانا مش حباه يا محمد. يعني انت شايفه ايه؟ طب خلاص ما يعني نكملش مع بعض. وانت يا امينه انت شايفه كل حاجه ما نكملش مع بعض؟ انت عايزه كده يعني؟ انا حابه كده، انا خلاص انا حابه الموضوع ان انا ابقى في حالي، مش قد الوش ومش قد الهجوم، مش قد كلام الناس السلبي عليا او الايجابي. حابه يطلعوني سابع سما، حابه ينزلوني سابع ارض. حقيقي موضوع مؤلم جدا، انت مش حاسس بالكلام اللي بيحصل ومش حاسس باللي بيحصل. كل شويه امينه مش كويسه، كل شويه امينه كويسه. انا بقيت محتاره ما بين ان انا كويسه او مش كويسه بسبب تعليقاتهم السلبيه والايجابيه. فجاه الاقيهم مطلعيني سابع سما وفجاه الاقيهم منزليني سابع ارض. انا زهقت. زهقتي من ايه يا بنت الحلال؟ انا مش عايزه اكمل تاني في المجال ده. تب علينا يا رب. انا تعبت يا امين. ايوه دي ايه المشكله اللي انا مش عايزه؟ هو انت كل يوم يا امينه هتقعدي برضه؟ انا مش فاهم، انا نفسي افهم ايه الموضوع يعني ايه كل شويه. خلاص انت عايزاني اشتغل؟ خلاص انا هشتغل. انا ماليش دعوه تشتغل ما تشتغلش، دي مشكله. بس انا مش هسيب القناه يا امين ولا هسيب. انت عارف ايه؟ ايه؟ انت فيها ازاي يا امين؟ ماليش مش احنا دعوة. متجوزين وقلنا نفتح هنعمل بيت وحياه ونعمل قناه ونبقى مشاهير؟ لا. مش احنا قلنا كده وهنكبر قناتنا؟ لا. وهنبقى قناه؟ مش فاهم انا. مش هنزل انا تاني فيديوهات ولا على اليوتيوب نهائي. انا خلاص قفلت الموضوع ده وخلاص مش حابه اطلع. وانت خدت القرار من نفسك؟ هو انت يعني حتى انا مش موجود معاكي في البيت خدت القرار ده من دماغك ولا انا ماليش لازمه ولا انا خلاص؟ كده لا معنى كده انت طالما خدت القرار من دماغك ومن نفسك وان انا مش طالعه وان انا مش عامله، يبقى ده الكلام ده مني من دماغك وانا مش موجود. ايوه طب ما انا حره يا محمد. حره ايه يا ماما انت؟ هو امال انا فين انا موجود ده؟ دي حاجه انا عايزه اعملها، انا مش شايفه ان دي حاجه تضايقك يا محمد. ايه اللي مش فاهم ايه اللي مش هتضايقني ايه؟ هتضايقك في ايه طيب؟ اول حاجه هيضايقونا فيها هقول لك ايه؟ القناه بتاعتنا الباقيه ومحمد فين؟ انا بصي هجيب لك امثله كده. ممكن نعمل فيديو انا وانت ونطلع ونبص. في ناس مش هتصدق. ده اخر فيديو لينا وهنفتح اليوتيوب خالص ومش هنطلع تاني. انا عايز افهمك حاجه، انا ماليش دعوه بالناس وماليش دعوه بحد، انا اهم حاجه انا بنفسي انا ما باخدش بالناس، انا باخد بنفسي انا طول ما انا في عيني كويس ما يشغلنيش حد. بس انا دلوقتي انا مش حابب ان انا اقفل القناه، انا حابب ان انا اشتغل واكمل وانجح وابقى ممكن تشتغل انت وتعمل محتوى انت ومالكش دعوه بيهم. انا مش عارف محتوى. انت شايفه كده؟ مفيش منه الكلام ده. انت شايفه كده يا بنت الحلال؟ انت شايفاه براحتك وانا هقول لك كلمتين لعلوك اعملي، بس انا مش هقفل القناه وانت براحتك وانا قايم انزل سايبها لك خالص. هو انا كل ما بتكلم معاك انا براحتك وهواك وانا نازل. امال انا هقول لك ايه؟ طب هنقعد نجادل مع بعض ونتخانق ونشد في بعض ونعمل. انت شايفه كده خلاص؟ فانا مش ناقص كلام وقرف ونيله. وانت بتقف وانا بص واقف حران ومش طايق نفسي وقرف انا اعمل لك ونيله. ايه؟ جيب لنا تكييف وانا اعمل ايه؟ ما هو الحر ده منك. طب اجيب منين تكييف؟ انا شايفه ماليش دعوة. شايفه الفلوس علينا من زي الرزق. خلاص اقعد بقى خلينا نتكلم. اقعد. الناس مفكره ان احنا ما هنا وما هناك واحنا على الله ان شاء الله. طب اقعد طيب. ومش فاهم في ايه. ده ملوش علاقه باللي انا ايوه انا عايز افهمك حاجه برضه.
انت بتقولي حاجه، وبرضك ان اليوتيوب ده برضك جايب لنا مشاكل في حياتنا، ان في ناس مفكرانا ان احنا ما هنا وما هناك واحنا على قد حالنا. ماشي، ما انا بقول لك بس انا مش عارف رايح بقى دماغك. لا انا عن نفسي انا حابب المجال. ماشي، انت بتحب المجال عشان انت ما بتعملش اكل وتتعب في التصوير، ما بتحطش اطباق كتير، وانت اصلا انا وانت بس المفروض نحط طبقين 3 بالكتير، بحط 200,000 طبق عشان الصينيه تبان كويسه، بفضل اعمل حاجات انا حاسس ان انا فاتح حنفيه ميه على وشي. انا دلوقتي يا بنت حلال عشان انا اجي انزل، عشان انا مش ناس قرف هو مفيش نزول. انا قلت لك اهو خيرتك. انا دلوقتي بقول لك انا مش هكمل في اليوتيوب. وانا اطلع ازاي؟ اطلع لناس مبوزه؟ هتطلعي مبوزه ومعكزه مش عارف ماليش ذنب، انا عايز اعملها، بس انا عمال اقول ايه، همشي معاك واحده الدنيا واحده واحده، لكن هتفكري انت تمشي كلامك عليا مفيش منه الكلام ده. انا ما بمشيش كلامي عليك، انا مش عايزه اطلع على اليوتيوب، انا حر. انا بقول لك لا تعليق، وهاجي انزل عشان وهقصر الشر، عشان انا مش عايز مشاكل. والله تجري انت عايزه مشكله؟ انا بقول لك اهو انا ريح دماغك، الموضوع خلص بالنسبه لي. يوتيوب تاني لا. ده مش بدماغك انت، اوعي تفكري ان الكلام ده بدماغك انت، عشان انا كده هتخليني اجيب عليكي. خليني ماشي حلو وكويس، وما خليتش تشوفي مني الوش الوحش. انا لغايه دلوقتي بعاملك ان انا يعني ان انا بحبك وان انت بتحبيني وبنحب بعض، لكن انت هتشوفيني غلط فانا هصحح لك. فاهم حاجه؟ بقول لك ايه؟ هقول بطل على طول. الكلام اللي انت بتقوله ده، الكلام العبط ده، اقعد بس كده، بطل تروح وتيجي ومخيلتني. انت هتربطيني جنبك؟ انا اللي هقعد افهمك. شايفاني قد السلسله هتربطيني جنبك؟ نهارك ابيض بقى. انا ايه؟ انا بقول لك انا هاجي انزل عشان انا مش ناقص مشاكل، وانا ما بحبش اقف في البيت من الحر ومن القرف. طب ما انا طول النهار قاعده في الحر وفي القرف وما اشتكيتش ولا قلت حاجه. طب انا ذنبي ايه طيب انا دلوقتي؟ طب ماشي، انا بقول لك اقعد بس برضك الميه. اقعد طيب، هو الحر جاي. يلا اقعد بكلمك. انا عايز انزل يا بنتي، ده رزق وربنا كاتبه لنا، انت عايزه تقعدنا ليه؟ انا هقعد وهبصي، انا بقول لك اهو ده رزق وربنا كاتبه لنا، هنروح نقطعه بايدينا، بنقول يا مسهل، نقول يا رب ويكرمنا. يا محمد رزق ايه؟ رزق ايه؟ انت مش واخد بالك ان انت بقالك شهرين ما قبضتش؟ يا ستي ماشي، ما انا فاهم الموضوع ده. انا محمد عارف المشاهدات وقعت خالص. المشاهدات وقعت. المشاهدات صدقني بالله عليا الحرام من ديني، واول مره اقول لك الكلام ده، انت بقالك كام يوم ما بقالك الشهر ده ما مسكتش تليفون، عليا الحرام من ديني. واقسم بالله انا الشهر ده كل فيديو اللي انا منزلها دي عارفه انا عامل كام؟ 14 دولار. شوفي قد ايه. فانا مش مستفاد حاجه من القناه، بس ده رزق، بقول الحمد لله، بحمد رب. لو جاي منه مثلا كل شهر اي حاجه بتمشي البيت، بدفع اللي عليا ايجار وعليا نور وميه، وشايف ان المصاريف قد ايه، والدنيا غير. عايزه الشاشه بتاعتي، الشاشه عايز اجيب شاشه، في حاجات كتير عايزين نجدد الشقه، عايز انقل من هنا، انت كل ده مش مستوعباه. بقول ربنا يكرمني من هنا، ربنا يكرمني من هنا، هعمل ايه؟ بفتح على التيك توك وبفتح على اليوتيوب، وكل ده مش مجازي برضه. عايز افهمك ان كل ده مش مجازي، كل ده مجازي. شوف الفرخه بكام، العيشه بقت غلا، الدنيا بقت غلا يا امينه، وعايزين نقفل القناه. اقفل القناه ليه؟ نروح نشحت يا بنت الحلال، ما بيجيب من هنا جنيهين ومن هنا جنيهين وبيحط ده على ده، ربنا بيكرمنا يعني كده بتمشي الدنيا. خلاص يا محمد، انا شايفه ان ده القرار الصح، شايفه ان كده لحد كده حلوه قوي، انا مش قادره. امينه انا بكلمك بالراحه وبالعقل، وعمال اقول لك يا امينه ومش انا مش عارف في ايه. طيب انا مش بقول لك، شفتي قلت لك كل ده، يعني عمال اقول لك احنا الدنيا، انت شايفه ان الدنيا مخبطه معانا جامد، وشايفه ان الدنيا عامله ازاي. المفروض يبقى انت شايفه، لكن تيجي تقولي كده هتفتحي لنا باب رزق. مش هقطع باب رزق، ما يمكن ربنا يفتح لنا باب رزق. طب فين احنا شايفين؟ حياه. طب ايه انت شايفه دلوقتي؟ عايز افهمك حاجه، دلوقتي لو نزلت اشتغلت قلت لي عيني واتمرمطت، زي ما انا كنت شغال وكنت متغرب وقعدت شهرين متغرب وشغال، وبرضه جيت افهم امر عيش، عملت لي 5-6 آلاف جنيه، ما عملوش حاجه، اتصرفوا، وجيت ولا عملت اي حاجه. صح الكلام حصل ولا ما حصلش؟ ايوه حصل، بس يا محمد انا زهقت يا محمد من كل حاجه. لكن انا شغال على اليوتيوب وقاعد معاكي، بناكل بنشرب مع بعض، بنزل باجي بقى. صدقني يا محمد لو قفلنا القناه هيبقى احسن لنا، على الاقل الناس ما تبقاش عارفه عننا حاجه، يبقى سرنا في بيتنا، تبقى حياتنا مخصصه لينا. انا شايف كده يا امينه، عايز افهمك حاجه، بصي يا امينه، عشان خاطري يا محمد اسمع كلامي. انا مش هقفل القناه يا امينه، انا بقول لك. طب ماشي، مش عايز تقفل القناه، ممكن انت تختار محتوى لنفسك وتطلع تعمله. انا عن نفسي مش عايزه اطلع ايه، انا تعبت انا خلاص. تعبان، حتى طلع من على السلم ما جبتيش حتى اشرب في
انا خلاص جبت اخري من موضوع اليوتيوب، انا جبت اخري خلاص. خلاص يا بنت الحلال، انت شايفه اعمل ايه وبراحتك، وانا مش عايزه تقفلي القناه اللي انت شايفاه ونقفل القناه، بس انا مش هقفل القناه واشتغل انا اعمل على محتوايا وهكمل، وانت مش عايزه تطلعي اقعدي معززه مكرمه واجيب لك اللي انت عايزاه وانا ما تتقيش معاك. كده في غلط مني؟ خلاص اجي انزل؟ لا. امال ايه؟ طيب مش هقعد، ما خلاص انت قلت لي مش هنزل وانا يا ستي مش هطلع، وانا يا ستي انا بقول لك هتاكل ايه وهجيب لك اللي نفسك فيه واللي انت عايزاه، هشتغل انا بقى اعمل هجيب لك اللي انت عايزاه. خلاص؟ لا مش خلاص. وفي دلوقتي تتمسح. انت تعبانه ولا ايه؟ فيديوهات ايه بقول؟ اصل انا مش بقول لك ايه؟ ايوه يا محمد. استنى طيب ما تفتحش الباب عشان الناس ما تسمعش ريقي. تعال. لا انت عايز ايه؟ فيديوهاتي تتمسح. لا يا محمد. مش خلاص ايه ده؟ مش فاهم انا. انا حرة. طب تعالى. بقول لك ايه نهار كبد، انا بقول لك ما تقرفنيش. تعالى. تعالى ايه؟ حاجة. عايز اقول ايه؟ لك حاجة. اه اقعد. وبعدين معاهم اقعد. اقعد اعمل ايه؟ طب اقعد. طب ليه طيب؟ هقول لك. اهو صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا عملت فيك مقلب. انا والله يسعد. امسك والله يسعد وشك. مالها بيا وطلع عملت يا شيخ مصر مرض وقرف. مالها بياتي والجو حر والجو جميل ومالها. طب تعالى طيب عشان تبص الحبايب. بص الحبايب. انت دماغك سوي انت. وطبعا لو عجبكم الفيديو يا حبايبي اقسم بالله عايز اقول لكم حاجه، امينه خدتني واحده سخن بلد كده لسه جاي والجو بس اصلا دخل عليك ولا لا؟ لا انا كلته الصراحه، كلت يعني البلوزه، بس طالب منكم طلب اللي بيحبنا طبعا واللي بيحب مملكه محمد وامينه، طالب منكم طلب. انا كنت ناوي ان انا اقوله في الفيديو اللي انا كنت هعمله قبل ما انا طالع ان انا هعمل فيديو، بس امينه بقى خدتني واحد على الملاوي، انا كنت طالع عايز اقول بالله عليكم تقفوا جنبنا تعلوا لنا اللايكات، المشاهدات ترجع تاني، تقفوا جنبنا ترجعونا مملكه محمد وامينه بتوع زمان، وطبعا مش عايزين نتعب. نسيب لكم وان شاء الله مش هنتعب لكم حاجه، ولا حرمنا منكم ولا حرمنا منكم، وعايز اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.